محطة القطار الرباط أجدال أشرف جلالة الملك على إعطاء انطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV القنيطرة مراكش على طول 430 كيلومتر. يعكس هذا المشروع الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تحسين العرض السككي الوطني، ويندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة بقيادة جلالة الملك في مجال التنمية المستدامة، لا سيما تعزيز حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون. كما يجسد المشروع العزم الراسخ للمغرب على مواصلة تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية حتى تضطلع بدورها الكامل كعمود فقري لمنظومة نقل مستدامة وشاملة. هذا البرنامج الذي سيمتد على مدى 10 سنوات سيمكن من تكوين موارد بشرية وخلق عدة آلاف من مناصب الشغل مباشر وغير مباشر. ومع برنامج التحديث الجديد تشهد شبكة السكك الحديدية المغربية برمتها نهضة حقيقية لا تتعلق فقط بتمديد شبكة القطار فائق السرعة إلى مراكش، وإنما أيضا بتحديث وتعزيز وتجديد أصول قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية وإحداث شبكة سككية للنقل الجماعي وخلق منظومة صناعية جديدة واعدة. تم إنجاز هذا المشروع الاستثماري الهام لتحديث الشبكة السككية اعتمادا على خبرة مقاولات دولية ذائعة الصيت، ويتعلق الأمر بشركة ألستوم الفرنسية للمعدات المتنقلة فائقة السرعة والشركة الإسبانية كاف فيما يخص القطارات الرابطة بين المدن، وأيضا الشركة الكورية الجنوبية هيونداي روتيم المتخصصة في قطارات القرب الحضرية بشروط تمويلية تفضيلية. تطوير البنى التحتية أساس متين للتنمية الاقتصادية الوطنية، جعل المغرب منصة صناعية وتكنولوجية رئيسية على المستوى القاري، ما مكنها من جذب اللاعبين الرئيسيين في القطاعات الواعدة عبر تزويدهم ببنية تحتية حديثة وفعالة من حيث التنقل والخدمات اللوجستية. تجسد الإنجازات المحققة رؤية جلالة الملك في قيادة المملكة نحو مستقبل مشرق، وتعكس الاستثمارات الضخمة في مجال البنيات التحتية وتحسين وسائل النقل المختلفة التزام جلالة الملك بتحقيق التنمية الشاملة والازدهار المستدام.